النهارده بقى هنعمل مع بعض كده 3 وصفات للفول بجد حكاية، حلو جدًا ومنهم وصفة ممكن تقعد معاكِ الأسبوع كله في التلاجة تطلعي تسخّني منها. نشوف كده الوصفات بتاعتنا، بس قبل ما نبتدي في الفيديو نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. بسم الله. أول معايا حاجة كده حلة على النار، هاقوم نازلة بقى ببصلاية كبيرة حلوة كده أقطعها مكعبات كبيرة أو تبشريها حسب رغبتِك، بس الوصفة دي حلو فيها أوي إن البصل يكون كبير. هاقلّبها كده لمدة دقيقتين بالضبط، أنا لا عايزة أتبِّل البصلاية بتاعتي ولا عايزة إن أنا أحمّرها. بعد كده أقوم نازلة بمعلقة صغيرة من التوم المفروم، تمام، قلّبتها برضه تقليبتين كده لمدة دقيقة، ورُحت نازلة بقى إيه، ب4 طماطميات كده حلوين قطّعتهم مكعبات، 4 طماطميات كبار، واديتها كده تقليبة لمدة 3 دقايق على النار، ورُحت نازلة ب3 قرون فلفل رومي عفوًا، وقرنين فلفل شطة، قطّعتهم كده مكعبات. الفول ده خلّي بالِك هيبقى مشطشط أوي، لو أنتِ مش حاباه مشطشط حطّي نُص قرن فلفل واحد شطة، تمام، وروحي قلّبي الكلام الحلو ده كلّه. حطينا إيه التوابل عليه، حطينا معلقة صغيرة من الكمون، نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان الملح حسب الرغبة، يعني حوالي معلقة صغيرة ممسوحة، بس طبعًا حطّي ملح قليل، دوقي وبعد كده شوفي زوّدي براحتِك. ورُحت نازلة بعصير ليمونة ونُص، تمام، يكون إيه، ليمون كبير حلو كده فيه مَيّة مع عصير ليمونة ونُص. لو أنتِ ما بتحبيش الليمون خلاص استغني عن الخطوة دي، هتاخدي برضه حبّة فول حلوين. ورُحت نازلة بقى عليهم كده إيه، بكبشتين من الفول الجميل العسل اللي إحنا عملناه مع بعض عليه. شايفة لون الفول أنا بقى له 3 أيام مدمّساه في التلاجة ومحتفظ بلونه زي ما أنتِ شايفة في الفيديو أهو قدّامِك. معايا بقى طاسة على النار نزلت بيها بمعلقتين كده حلوين من السمنة البلدي، ممكن نعملها بزبدة، ممكن نعملها بزبدة صفرا، بلدي اللي أنتِ حاباه. وأنزل كده ببيضتين أد أر أدو يعني أقلّب البياض كده الأول لوحده، وبعد كده أقلّب الصفار وآخد كده البياض والصفار مع بعضه، وبعد كده أنزل بقى إيه، بكبشة إلا ربع من الفول، كبشة إلا ربع أو نُص كبشة من الفول، دايمًا البيض بيبقى في الفول أمّا زيادة بيبقى طعمه حلو جدًا. وقلّبي وحُطّي شوية ملح، ملح بس، لأ ملح وشوية فلفل، وقلّبي بقى وخدي أحلى شوية فول بالبيض، ما ينفعش تحطّي عليه حاجة تاني هتبوّظي طعمه، تمام، هتاخدي حبّة فول بالبيض بجد عسل، عسل كده. خلاص كده دي الوصفة التانية. تعالي نخش على الوصفة التالتة بقى بتاعتنا. هنعمل إيه، نجيب الطاسة بتاعتنا نفس الطاسة، وبعد كده نجيب شوية بقى من الفول نحطهم وننزل عليهم بشوية من المَيّة، ونبدأ نهرس الفول بتاعنا. بعد ما هرسته كده اديته تقليبتين وحسيت إن هو عايز شوية مَيّة كمان، رُحت نازلة بالمَيّة. المَيّة ده تخفّفي الفول على حسب ما أنتِ حاباه. هانزل بإيه هنا، نزلت بشوية من الملح وشوية من الشطة، وقلّبي بقى كده الكلام ده كلّه كويس جدًا. وكمان بقى نجيب معانا كده إيه، الليمون بقى، إحنا النهارده هنعمل الفول بتاعنا ده بالليمون. هانزل بنُص ليمونة حلو كده يكون فيها مَيّة حلوة، ما فيه ليمون اختاري الليمون اللي يبقى فيه المَيّة. وقلّبت بقى ورُحت نازلة بشوية من الزيت. خلّي بالِك إحنا حطينا بس شوية من الزيت هنا، هتشوفي دلوقتي هنعمل إيه تاني. جيت بقى في الطبق بتاع التقديم رُحت حاطة شوية طحينة على الوش، وانزلي بقى إيه بشوية زيت كمان كده نزوّده على الوش، وشوية كمون في النُص، وممكن حبّة شطة زي ما أنتِ حابة. الفول بقى أبو بيض بتاعنا لازم تحطّي على وشه شوية فلفل، مش ملح، شوية فلفل كده هيكون عسل، عسل. شايفة الفول أبو خلطة بقى وعليه كده ليمونة للي يحب يزوّد، والّا الفول أبو بيض بالسمنة كده عليه سايحة، يا سلام يا وعدي على الفول أبو ليمون والكمون، بجد حكاية، مع شوية عيش بلدي وبألف هنا وشفا وسحور ورمضان كريم. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. هاستنى تعليقاتكم بقى، واللي عنده وصفة جديدة يكتبها لي في التعليقات. هاسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.